بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله يا عبد الله جاءت الساعة انتبه. هل ولد المهدي؟ امرأة ترضع القمر. هل ولد المهدي؟ أن امرأة مسلمة رأت في الرؤيا أنها ترضع القمر. هل ولد المهدي؟ واتصلت على رجل من المعبرين للرؤى فقال لها وطلب منها أن تقسم بالله العظيم ثلاثا أنها رأت أنها ترضع القمر، فأقسمت المرأة على ذلك. هل ولد المهدي؟ فمن هو المهدي؟ المهدي رجل من المسلمين من نسل فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي محمد، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وخيل العز صاهلة وفرسانا ميامينا يجيء وخلفه خبز ليطعمه المساكين فلا تمنع السماء شيئا من قطرها. المهدي يكون في زمنه عيسى بن مريم المسيح، ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين تقطر لحيته كأنه متوضئ، فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول عيسى للمهدي لا إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لأمة محمد. المهدي يكون في زمانه الدجال فالذي يقتل الدجال عيسى ومعه المهدي. يخرج للمهدي جيش لقتاله والقضاء عليه، فينصر الله المهدي نصرا قدريا غيبيا، فيقصف الله بهذا الجيش الأرض. نصر من الله. ولا ينجو من هذا الجيش إلا الشريف، إلا الرجل أو الرجلان. حسام العز في يده يبيد به الشياطين يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقينا ينصر الله عز وجل المهدي في كل ملاحمه بتقدير منه سبحانه وتعالى، ويؤيد الله عز وجل به الدين، ويظهر الله الدين على الدين كله كما وعد الله رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ويقرأ سيفه الأنفال يجتث المضلين ويسفع كل ناصية تمطت فوق وادينا يرمم ساح مسجدنا يؤم به المصلين. فإن يك خالد فيكم فما أحلى أمانينا، وإن يك عز مطلبه فرب العرش يحمينا. يا للعار يا قومي إذا غلت أيادينا أقسم بالله الأمة لا تستحق النصر. انظر إلى واقع الأمة. سترى الكذب، سترى العقوق، سترى أكل الحرام، سترى العرف، سترى أكل الربا، سترى معاقرة الزنا، سترى الحرب تعلن على الله في الليل والنهار. كيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ كيف ينصر الله أمة انحرفت عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الأمة الآن بوضعها هذا لا تستحق النصر. وأدمنا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا وخنا اليوم شيشانا كما خنا فلسطينا فهبوا من مراقدكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا
ويرموكا وحطينا. فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا. وإن نصدق مع المولى ننال عزا وتمكينا. وإن نصدق مع المولى ننال عزا وتمكينا. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات المروى الإسلامية يطرحون على آذان المسلمين هذا السؤال: هل ولد المهدي؟ لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن نترككم للاستماع إلى إجابة هذا السؤال. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هل ولد المهدي؟ الجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال في العناصر التالية. أولا، امرأة ترضع القمر. ثانيا، من هو المهدي؟ ثالثا، الرد على المخالفين. رابعا، الحقيقة بين العلم والعمل والأمل. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام والتمكين للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، امرأة ترضع القمر. إشاعة مدوية انتشرت في الأيام القليلة الماضية انتشار النار في الهشيم، أن امرأة مسلمة رأت في الرؤيا أنها ترضع القمر، واتصلت على رجل من المعبرين للرؤى فقال لها وطلب منها أن تقسم بالله العظيم ثلاثا أنها رأت أنها ترضع القمر. فأقسمت المرأة على ذلك ثلاثة. فقال هذا المعبر أو المؤول: إذن لقد ولد المهدي عليه السلام. وانتشرت الإشاعة في مصر بل في العالم العربي والإسلامي انتشار النار في الهشيم في أيام قليلة معدودة. فلما سئل هذا المؤول والمعبر أقسم هو الآخر بالله العظيم ثلاثا
أنه لم تسأله امرأة من الأصل عن هذه المسألة، وبينت المسؤولة عن البرنامج المعروف أنه لم تتصل مسلمة أصلا ولم تقص هذه الرؤيا لا على البرنامج ولا على مؤول الرؤى، فهذه إشاعة لا أصل لها وأكذوبة باطلة. وهب أن مسلمة رأت بالفعل أنها ترضع القمر، فهل يستطيع عاقل فضلا عن عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزم ويقطع بأن المهدي عليه السلام قد ولد؟ لا، إذ لا يعلم وقت ميلاد المهدي ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا أمر كوني قدري غيبي لا يعلمه إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية. فمن هو المهدي؟ هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز. المهدي عليه السلام رجل من المسلمين من نسل فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي ابن فاطمة، اسمه على اسم رسول الله واسم أبيه على اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت الأرض جورا وظلما، ينصر الله به الدين وينصر الله على يديه المسلمين، ينزل الله عز وجل في عهده البركة فلا تحبس السماء شيئا من قطرها ولا تمنع الأرض شيئا من ثمرها. قال في حقه الحافظ ابن كثير: في زمن المهدي تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. لا نقول ذلك رجما بالغيب ولا من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا نقول ذلك لما تعانيه الأمة من ضغط شديد من أعدائها. كلا كلا، فهذا أمر لا يجوز لأحد البتة أن يتكلم فيه إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذوا هذه الطائفة الجليلة الكريمة من كلام رسول الله في شأن المهدي عليه السلام. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة في السنن بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي من بيت فاطمة. من عترتي أي من أهلي. المهدي من عترتي من بيت فاطمة أو من ولد فاطمة، فهو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي يعده الله ويهيئه للخلافة الراشدة لقيادة الأمة المسلمة في زمن الفتن والملاحم. أسأل الله أن يعجل بهذه الخلافة الراشدة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني وابن حبان والبزار والحاكم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الأرض جورا وظلما، لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، فيمكث فيكم 7 أو 8 فإن أكثر ف9، فيمكث فيكم 7 أو 8 فإن أكثر ف9. وفي الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم، وتدبر، فإن المهدي يكون في زمنه عيسى بن مريم، وإذا نزل عيسى بن مريم يكون في زمانه الدجال، فالذي يقتل الدجال عيسى ومعه المهدي، ففي زمن المهدي يكون عيسى، وفي زمن عيسى يكون الدجال، وفي زمن عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، فالعلامات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. لا أقول ذلك من عند نفسي، بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلامات، وفي لفظ الأمارات، خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، إذا وقعت علامة من العلامات الكبرى تبعتها بقية العلامات في مدة لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. ارجع معي لحديث الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، هكذا، فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، تعال صل بنا. فيقول عيسى للمهدي: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لأمة محمد. في رواية الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ بل في لفظ مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم قال: وينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم، أي لعيسى: تعال صل لنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولا بد من الجمع بين هذه الأدلة بهذا التأصيل الذي أقدم الآن، حتى لا يضرب أحد السنة بعضها ببعض. ولا ينبغي لأحد كما ذكرت أن يتكلم في شأن المهدي إلا بكلام الصادق النبي، فهذا أمر غيبي لا ينبغي لأحد أن يقول فيه من عند نفسه أو من ذهنه أو عقله. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكن من المعلوم للجميع أن كثيرا من الدجاجلة والكذابين قد خرج وادعى كل واحد من هؤلاء أنه المهدي. لم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بين لنا الصادق علامة واضحة أكيدة إن ظهرت في الأرض علمنا أن الرجل الذي عاذ ولجأ إلى بيت الله الحرام هو المهدي الصادق الحقيقي عليه السلام. ما هذه العلامة؟ اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه. عبث، تحرك حركة على غير عادته. عبث رسول الله يوما في منامه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك صنعت شيئا لم تفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام، أي يتجهون ويقصدون البيت الحرام لرجل من قريش عائذ بالبيت، أي محتم بالبيت، لرجل من قريش عائذ بالبيت أي بالبيت الحرام، فيخرج إليهم جيش حتى إذا كانوا أي الجيش بالبيداء أي بالصحراء خسف به أي بهذا الجيش. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس، يعني في هؤلاء من خرج لقتال المهدي ومنهم من خرج لقضاء مصالحه، فلماذا يقصف الله به؟ إن الطريق قد يجمع الناس. فقال النبي: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. وفي لفظ مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت قوم من أمتي ليست لهم عدة ولا عدد ولا منعة، مستضعفون ليست لهم عدة ولا عدد ولا منعة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم. هذه العلامة إن ظهر المهدي في بيت الله الحرام وبايعته مجموعة من المسلمين لا عدد لهم ولا عدة ولا سلاح، إنهم مستضعفون، يخرج للمهدي جيش لقتاله والقضاء عليه، فينصر الله المهدي نصرا قدريا غيبيا، فيقصف الله بهذا الجيش الأرض، ولا ينجو من هذا الجيش إلا الشريد، إلا الرجل أو الرجلان. إذا ظهرت هذه العلامة عرف المسلمون جميعا على ظهر الأرض أن الرجل العائد بالبيت هو المهدي عليه السلام، وينتشر الخبر بسرعة مذهلة في الأرض كلها، فلا يبقى مسلم قادر يستطيع أن يرحل من بلده أيا كان إلى بيت الله الحرام إلا وسافر على الفور إلى المهدي ليبايعه، ليشد على يديه،
ليبايعه على الجهاد في سبيل الله حتى يرزقه الله الشهادة أو يرزق الله الأمة النصر. نسأل الله أن يرزق الأمة النصر وأن يكتب لنا الشهادة، إنه ولي ذلك ومولاه. وهنا يعلن العالم كله الحرب على المهدي عليه السلام، لكن الله جل جلاله ينصر المهدي بقدرته وأمره سبحانه في جميع معاركه التي سيخوضها. استمعوا وتدبروا هذه البشائر النبوية. ففي صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ولاحظ أن الذي سيفتح هنا هو الله. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله. اللهم عجل بفتحك يا رب. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فمن المعلوم أن عيسى ابن مريم كما في صحيح مسلم حدد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مكان نزوله في الأرض، بل حدد الصادق الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين، أي بين ثوبين ممصرين، يميل لون الثوبين إلى الصفرة. ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، تقطر لحيته كأنه متوضئ وما زال الماء يقطر من لحيته. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق صلى الله على الصادق. ثم يتجه بعد ذلك عيسى إلى بيت المقدس، فأرى المسلمين يصلون وإمامهم المهدي كما بينت في الأحاديث الماضية، فيريد المهدي أن يتأخر ليقدم عيسى ابن مريم ليصلي بالمسلمين لأنه نبي. فيرفض عيسى عليه السلام ويدفع المهدي بين كتفيه ويأمره أن يصلي بالمسلمين، ويقول: إمامكم منكم، تكرمة الله لأمة محمد. ويصلي عيسى خلف المهدي على شريعة الحبيب النبي. فعيسى ينزل ليقتل الخنزير وليحطم الصليب وليرفض الجزية وليدعو الناس جميعا في الأرض كلها إلى توحيد الله الواحد الأحد بلا منازع ولا شريك. فهذه أولى كلماته في المهدي. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ينزل عيسى وينتقل مع المهدي لقتال الدجال، فإذا رأى الدجال عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقتل عيسى الدجال. وهو في طريق عودته يخبره الله جل وعلا أنه قد أخرج يأجوج ومأجوج، فيقول له: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيلجأ نبي الله عيسى والمؤمنون معه إلى الطور في سيناء، ويخرج يأجوج ومأجوج، فلا يجدون أحدا من أهل الأرض
الأرض يعترض سبيلهم فيفتنون فتنة عمياء فيقولون قولتهم الخبيثة: قهرنا أهل الأرض فلنقهر أو فلنعلو أهل السماء، فيصوبون رماحهم إلى السماء فتزداد فتنتهم حينما يرد الله إليهم الرماح وقد خضبت بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيضرع عيسى إلى الله جل وعلا أن يخلص الأرض من شرورهم، فيرسل الله عليهم النغف. ما النغف؟ النغف دودة صغيرة حقيرة تخرج في أنف البعير الجمل. هؤلاء الذين يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء يرسل الله عليهم النغف فيهلكون ويقتلون كموت نفس واحدة، فتمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم. فيتضرع عيسى إلى الله أن يطهر الأرض، فيرسل الله على الأرض طيرا كأعناق البخت، والبخت هي الجمال الخرسانية الضخمة في أرض الجزيرة. يرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحمل هذه الجثث العفنة إلى حيث شاء الله وقدر، ثم يرسل الله مطرا على الأرض فيطهر الأرض، فتصبح الأرض بعد ذلك كالزلقة أو كالمرآة، وينزل الله البركة، وتعيش البشرية في هذه الفترة فترة لم تنعم بها من قبل، حتى تمنى نبينا العيش في هذه الأيام فقال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، وذلك في عهد عيسى والمهدي عليهما السلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولاحظ أنني لا أتكلم بشيء من عندي، بل إن كل ما تكلمت به إلى هذه اللحظة إنما هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وها هي جحافل الروم قد بدأت في التنزل إلى الأعماق أو دابق. والأعماق أو دابق مكان بين سوريا وبين أنطاكيا في منطقة بلاد الشام. وها نحن نرى ولأول مرة في التاريخ الحديث والقديم نرى جحافل الروم تنزل بهذه الأعداد الغفيرة التي لا مثيل لها في التاريخ كله، تنزل إلى الأعماق إلى قلب بلاد الشام. وستتوالى الأحداث تباعا، ستتوالى الأحداث تباعا، لأن الذي يهيئ الكون كله هو الله جل جلاله ليقع فيه ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إذ أنه لا يتكلم إلا بوحي من الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: من لا ينطق عن الهوى لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة من خير أهل الأرض يومئذ، أو هم خير أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا للقتال قال الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال الصادق: فيقتتلون، فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا لأنهم ارتدوا، كما في رواية مسلم التي سأذكرها الآن أيضا: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث يسير بن جابر
قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. فكان ابن مسعود متكئا فقعد جلس. انظروا إلى كلام أهل العلم. وقال ابن مسعود لا 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 تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث أو يفرح بغنيمة. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. قال حتى إذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي نهضوا وتقدموا، فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها، ويجعل الله الدائرة على الروم. الله يا أكرم الأكرمين. فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها، ويجعل الله الدائرة على الروم، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه قد بقي منهم إلا الرجل الواحد. قال فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك إذ وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك، إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم من المال، ويبعثون 10 فوارس طليعة أي ليتبينوا الخبر. قال رسول الله والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هكذا أيها المسلمون ينصر الله عز وجل المهدي عليه السلام في كل ملاحمه بتقدير منه سبحانه وتعالى، ويؤيد الله عز وجل به الدين، ويظهر الله الدين على الدين كله، كما وعد الله رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بعض الأحاديث الصحيحة كما بينت في شأن المهدي عليه السلام. ومع كل ذلك خرجت علينا طائفة من أهل الكلام ومن المفكرين ومن المنتسبين إلى العلم وأنكروا المهدي عليه السلام. المهدي خرافة وأسطورة اخترعتها الشيعة، ثم أقحمت هذه الأسطورة على كتب أهل السنة وأوردوا بعض الشبهات، وهذا هو عنصرنا الثالث الرد على المخالفين. أيها الأحبة الكرام، مع كل ما ذكرت يخرج علينا من يقول لم يثبت في شأن المهدي حديث صحيح، وأنا لا أدري كيف يجرؤ واحد على أن يدعي مثل هذه الدعوة دون أن يراجع ديوانا واحدا من دواوين أهل السنة. فلقد قال الشوكاني رحمه الله لقد وقفنا على الأحاديث
الأحاديث في شأن المهدي فبلغت 50 حديثا، منها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر. فكيف يدعي واحد ممن ينتسبون إلى العلم بأنه لم يثبت في شأن المهدي حديث صحيح واحد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجمل الشبهات أنهم قالوا حتى لو صحت الأحاديث في شأن المهدي فإنها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، وهذه بدعة محدثة لا أصل لها، ولم يقل بها واحد من علماء السلف البتة، بل لم تبرز هذه الفتنة ولم يختلق هذا النزاع بين علماء سلفنا الصالح على الإطلاق. فمن المعلوم أن المتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، والآحاد ما سوى المتواتر. هذا تعريف علمائنا للحديث المتواتر. قالوا بأن أحاديث المهدي ليست متواترة، ومن ثم فينبغي أن نأخذ بها، وهذه بدعة مردودة وقول مردود كما بينت لم يقل به واحد من السلف. إذ لو ثبت للمسلم حديث واحد صحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وجب عليه أن يؤمن بهذا الحديث وأن يأخذ به وأن يعلم فيه من العلم إنما هو علم يقيني قطعي. هذا وقد بلغت الأحاديث في المهدي مبلغ المتواتر، والمتواتر عند جماهير علماء الأمة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به فرض لازم. إذا وصلك خبر واحد عن الصادق وعلمت صحة الخبر وجب عليك أن تأخذ به وأن تعمل بما فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدلت الآية على أن خبر الواحد غير الفاسق لا يتثبت منه ولا يتبين، وإلا لقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم خبر فتبينوا أو نبأ فتبينوا. ولو أن التبين يجب أن يكون للفاسق دون غيره لجاءت الآية مطلقة، لكن الله قيدها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على أن خبر غير الفاسق، على أن خبر المؤمن الثقة لا ينبغي للمسلم أن يتبين منه أو أن يقول له خبرك خبر آحاد. ما سمعنا أن واحدا من الصحابة حدثه صحابي عن رسول الله بخبر فقال له خبرك خبر آحاد لا آخذ به، سواء كان الخبر في أمر العقيدة أم في أمر الأحكام. لا نعلم ذلك على الإطلاق. وأنتم تعلمون جميعا أن المسلمين وهم يصلون أخبرهم صحابي واحد أن النبي حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا جميعا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. لم يقل واحد منهم لا ننتظر حتى نتثبت، خبرك خبر آحاد، ليس خبرا متواترا، لا نعلم ذلك على الإطلاق. والذي أخبرهم بحرمة الخمر صحابي واحد، وما قال الصحابة نتأكد أو نتثبت خبرك خبر آحاد. وهكذا. الشبهة الثانية أن أحاديث المهدي لم تأت صريحة في الصحيحين، ومن المعلوم لطالب العلم فضلا عن العالم أن الأحاديث الصحيحة كلها لم تدون في الصحيحين فقط، بل سترى آلاف الأحاديث الصحيحة مدونة في غير الصحيحين، في المسانيد وفي السنن وفي المعاجم في دواوين أهل السنة كما هو معلوم. الشبهة الثالثة قالوا بأن الأحاديث دخلها كثير من الإسرائيليات. هذا حق، لكن الله عز وجل قد قيض للسنة العلماء الأفاضل من فرسان علم الحديث، فبينوا الصحيح من الضعيف والباطل والموضوع، وحفظ الله السنة وطهرها من انحراف الغالين وتأويل المبطلين والفاسقين، لأن حفظ السنة من حفظ الدين، إذ لا يفهم القرآن إلا إذا حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشبهة الرابعة احتجوا بحديث نقول لا مهدي إلا عيسى، والحديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف، بل قال الذهبي رحمه الله حديث منكر. وهكذا أيها الأحبة،
لا ينبغي على الإطلاق أن تؤثر هذه الشبهات في عقيدة المسلمين، فكل ما ثبت عن رسول الله بشرط أن يكون صحيحا وجب على الأمة أن تأخذ به وأن تؤمن وأن تعمل بما فيه، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لكن هل يجب علينا أو ينبغي لنا أن نتواكل وأن نتكاسل وأن نرفض العلم والعمل وأن نستسلم بدعوى أننا ننتظر المهدي؟ هذا كلام باطل لا يقول به عاقل فضلا عن عالم، وهذا ما نتعرف عليه في العنصر الأخير، الحقيقة بين العلم والعمل والأمل. فيا أيها الأحبة الكرام، نظرا للواقع الأليم الذي تحياه أمتنا، ونظرا لأن جيوش أعدائنا تحيط بنا الآن برا وبحرا وجوا، والأمة مقبلة على أيام صعبة، أرى أن كثيرا من المسلمين الآن يتعلقون بالمهدي عليه السلام تعلق المتواكل المسلوب الإرادة، ويتوقع كثير منا أنه ينبغي لنا أن نترك العلم والعمل والجهاد والبذل والعطاء والحركة والسعي بدعوى أن المهدي قد اقترب زمانه وأوانه، إذن فلا علم ولا عمل. سخف من القول وهراء، وإلا فإن الذي أخبر بكل هذه الأحاديث كما ذكرت هو رسول الله، وهو الذي يعلم أن ذلك سيقع علم اليقين. كان عليه أن ينتظر وأن يجلس وألا يسفك الدماء في الجهاد في سبيل الله وألا تمزق الأشلاء بدعوى أنه ينتظر المهدي الذي سينصر الله عز وجل على يديه الدين في آخر الزمان. إذن فلا داعي على الإطلاق للجهاد وللحركة وللتعب ولسفك الدماء وغير ذلك، لكنه ما فعل ذلك أبدا، بل جاهد وقاتل وقدم روحه ودمه ونفسه وماله وكل ما يملك لنصرة دين الله جل وعلا. فلقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ويجب على الأمة الآن أن تعي أن ما وقع لها وقع وفق سنن ربانية، ولن تنصر إلا وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. مرفوض أن نعلق كل أخطائنا وكل تقصيرنا وكل هزائمنا بعدونا الخارجي، وأن نبرر لأنفسنا هذا التقصير وهذا الذل الذي نحن فيه، مرفوض بكل المقاييس. قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيجب على الأمة أن تعلم عن الله، أن تعلم عن رسول الله، وأن تعلم فقه المرحلة التي تحياها وفقه المرحلة المقبلة. ولن تتعلم الأمة ذلك من الصحف والجرائد والمجلات ووكالات الأنباء العالمية والمحلية، وإنما يجب على الأمة في هذه المرحلة الحرجة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى كلام الصادق رسول الله لتعلم الحق الذي لا حق بعده. لا بد أن ترجع إلى العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي الذين يقولون في كل نازلة وفي كل حادثة وفي كل أزمة قال الرب العلي قال الصادق النبي. فلا بد من أن نتعلم الآن عن الله وعن رسول الله، وأن يفرغ كل مسلم مهما كان وضعه ومنصبه وقتا من وقته ليتعلم فيه عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم علم بلا عمل لا خير فيه ولا قيمة له ولا كرامة، بل إن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه عن أبيه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه،
فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولله ضرب بالسماك إذ يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. فلا بد من العمل، لا بد من العمل في كل الميادين، لا بد من العطاء والبذل في كل الميادين، لا بد من الإعداد الإيماني، الإعداد العلمي والعملي والسياسي والاقتصادي والعسكري والروحي والتربوي والأخلاقي. هكذا أمرنا ربنا فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا ينبغي على الإطلاق أن نبرر أخطاءنا بالتعليق على عدونا الخارجي، فالأمة لن تهزم أبدا. اسمع ماذا أقول: الأمة لن تهزم أبدا لو اجتمع عليها كل أعدائها في الخارج. لن تهزم بمعنى لن يستأصل العدو الخارجي الأمة من الوجود، لن يبيد خضراءها، لن يزيل ملكها بالكلية. لكن قد تهزم الأمة هنا أو تهزم الأمة هنالك، لكن لو اجتمع أهل الأرض من أهل الكفر ليستأصلوا شأفة الأمة لن يستطيعوا. لا أقول ذلك من عند نفسي أيضا، إنما هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي ملكهم وعزهم. وإن الله تعالى أوحى إلي وقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، لك الحمد يا ربنا. وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لك الحمد يا ربنا. لو اجتمعت جيوش أمريكا وبريطانيا وجيوش الأرض لتستأصل شأفة الأمة فلن يتمكنوا من ذلك بموعود الله للصادق رسول الله: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي رواية مالك في الموطأ والترمذي والنسائي في السنن من حديث خباب بن الأرت بسند صحيح قال: صلى بنا رسول الله صلاة فأطالها، فقلنا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تصلها من قبل؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت ربي عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وقد ذاقت الأمة الآن بأس بعضها بعضا، وقد رأيتم ما حدث للأمة في القمة العربية وفي القمة الإسلامية مصداق قول سيد البشرية لا ينطق عن الهوى. فيجب علينا أن نعمل، ألا نتكاسل، ألا نتواكل، ألا نتعلق بهذه الحقائق تعلق المهزوم المسلوب الإرادة. فالله جل وعلا وعد أن ينصر من نصره، وعد أن يمكن من آمن به وحقق دينه في الأرض، ولا ينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح في كل ميدان، ولا بد من تجديد الإيمان. ثم لا ينبغي أن نتعلق بالأمل تعلق الذين لا يفهمون مراد الله ورسوله، فأمل المؤمنين يدفعهم إلى العمل، وأمل البطالين يورثهم الكسل.
يورثهم النفاق. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أقسم بالله الأمة لا تستحق النصر، أقسم بالله لا تستحق الأمة الآن النصر. انظروا إلى واقع الأمة، سترى الكذب، سترى العقوق، سترى أكل الحرام، سترى العرف، سترى أكل الربا، سترى معاقرة الزنا، سترى الحرب تعلن على الله في الليل والنهار. كيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ كيف ينصر الله أمة انحرفت عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الأمة الآن بوضعها هذا لا تستحق النصر. فلا بد أن نعمل، أن نجدد الإيمان، أن نجدد التوبة، أن نستعد للآخرة، وأن نعلم أن آخر الزمان قد أضلنا. لا أقول ذلك بأنه سيقع غدا أو بعد عام، لا، فلقد أخبرنا الصادق أن بعثته من علامات الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين. فاستعد بالتوبة إلى الله جل وعلا، بالعمل للآخرة، لأنك في زمان الفتن، ولا أجد لك صمام أمان في هذا الزمان أعظم من التوحيد، من أن تحقق العبودية لله، ومن أن تحافظ على العبادة في بيت الله، وأن تحرص على مجالس علماء الربانيين. ففي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إليه. هاجر إلى رسول الله، هيا هاجر إلى النبي. كيف؟ بالحرص على العبادة في هذه الأيام. العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تتخلى عن العلماء الربانيين في هذا الزمان. لا تقل من عند نفسك، بفهمك أنت، بعقلك أنت، بهواك، لا سيما إن كان قولك مرتبطا بأمر غيبي، بل ارجع إلى العلماء. لا تتحرك ولا تعمل إلا بالعودة إلى أهل العلم الربانيين. لا تخطو على الطريق خطوة، ولا تتكلم في الفتنة كلمة إلا بحق، إلا بدليل من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله. ونحن على أمل بأن الجولة القادمة، وعن قريب والله، مع هذه الأزمة الطاحنة، على أمل في وعد الله وفي وعد رسول الله، أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم، وفجر التوحيد قادم. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وأختم اللقاء بهذه الآية عن عمد واختيار. قال العزيز الغفار: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون الله؟ ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم، لتتم هنالك الحسرة الكبرى. الله جل وعلا. مع تحيات إخوانكم في شركتي القمة والمروة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة. مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.